السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، اللهم امين. النهاردة ان شاء الله جاية اتكلم معاكم في موضوع جميل جدا بمناسبة رجوعنا للعام الدراسي او للنص التاني او للترم التاني زي ما بتسموه. يعني جاية اقولك ازاي ننظم وقتنا كأمهات او كستات بيوت في خلال اليوم الدراسي، علشان يومنا كده يعدي سلس وبسيط ومن غير تعب ومن غير إرهاق، ونكون مخلصين فيه كل المهام اللي علينا من تنظيف لطبيخ يعني لمذاكرة لأولادنا وكل الحاجات اللي انتوا عارفينها دي. أول قاعدة عايزة أتفق معاكم عليها، وأول حاجة هي النظام. النظام ثم النظام ثم النظام. أي حاجة هتترتب على النظام هتكون سهلة جدا بالنسبة لنا وبسيطة. النظام في ايه؟ في الوقت، ان احنا ننظم وقتنا. نسيبنا بقى من الهرجلة ومن الفوضى اللي كنا عايشين فيها في فترة الاجازة دي. يعني بما اني يعني حتى بحب النظام كمان في وقت الاجازة، بس يعني لو حبينا نخلى عنه شوية في الاجازة لازم نرجع له تاني في وقت الدراسة. اول حاجة هي الصحيان بدري. طبعا الصحيان بدري دوت مفيد جدا جدا بالنسبة لنا احنا كستات بيوت، لان طبعا احنا مشاغلنا كتير قوي. وانتي كست بيت او كأم او كزوجة مطلوب انك انت تصحي بدري تشوفي. انتي طبعا بتبقي ملكة الأسرة بحالها، يعني انتي رئيس دولة في بيتك، انت رئيسة بيتك. انتي هقول ايه، هشبهك بايه يعني. إيه، انت عمود البيت، يعني من غيرك البيت كله يقع. فطبعا ما تعتمديش على الولاد هم اللي هيصحوا نفسهم، ولا تعتمدي على اي حاجة خالص، انت الاهم في البيت. طيب انت صحيتي بدري، عشان تصحي بدري لازم تنامي بدري، وتتخلي بقى عن اي حاجة ممكن تعطلك عن النوم بدري. طيب هنصحى بدري نعمل ايه؟ انا هكلمكم عن روتيني انا في اليوم الدراسي. يعني مثلا انا بقوم الحمد لله بصلي الفجر، بشوف ليا طقوس كده ممكن اكون بعملها، قراءة ورد، اذكار الصباح، يعني حاجات كده من هذا القبيل. بعد كده بعمل ايه؟ بحضر الفطار بجهزه لولادي قبل ما بيصحوا طبعا، ولو فيه هدوم المدرسة انا هكويها، لو كانت منكوتش يعني من بالليل بكويها، وبعد كده بصحي ولادي. طبعا في وقت بقى من اول صلاة الفجر لحد مثلا الساعة 7 ما انا هصحي ولادي او 6:30. انا بكون عملت شوية حاجات كده يعني في البيت بسرعة كده. يعني لو في مثلا كوبايات بايتة من بالليل في المطبخ بشطبها بسرعة. ده لو كان المطبخ مش متشطب، بس لازم يكون متشطب من بالليل. طيب فيه مثلا شوية حاجات كده في غرفة المعيشة اللي احنا بنقعد فيها طول اليوم، بشيلها بنضفها بلف على البيت لفة بسيطة كده، بحيث طبعا لما اجي اوضب الغدا احس براحة نفسية كده وانا ماشية في البيت او داخلة المطبخ، تكون كل حاجة قدامي سهلة. خلاص ولادي صحيوا راحوا المدرسة، ما اقولش بقى انا قايمة من بدري واخش انام شوية ولسه بدري على ميعاد الغدا. لا، ما ننامش. انت علشان تكوني ام مثالية لازم تضحي، لازم تستغل وقتك كويس. ما نتحججش ونقول احنا مش قادرين احنا تعبانين، وتخلي ولادك دولت يعني التفكير اللي يجي بعد كده بعد ما انت ترتاحي وتريحي والكلام ده. ولادك دول هم اهم اولوياتك. اهم اولوياتك ازاي؟ يعني انت ما تقوليش ده انا عندي ولادي بيعطلوني عن شغل البيت، ده مذاكرة ولادي هتعطلني عن، لا، انت مفروض تتعطلي عن كل حاجة بولادك وبمذاكرة ولادك وباللعب مع ولادك وبكل حاجة تخص ولادك. لان طبعا انت ما كنتش نفسك تكوني ام، او الأمومة ديت بالساهل. احنا لازم ندفع الفاتورة، والفاتورة دي طبعا مهما كانت غالية بتكون حلوة جدا على قلوبنا، واكيد كلكم عارفين ده. بنتعب علشانهم وبيكون التعب احنا يعني مبسوطين بالتعب ده مش تعبانين. طيب انا ولادي خلاص راحوا المدرسة وخلاص انا بدأت بقى هوضب الغدا. هشوف لو في اي تنظيفات كده هعملها، غسيل هدوم، غسيل مواعين، كل الحاجات ده هحاول اخلص كل اللي ورايا في فترة ما هم يكونوا في المدرسة. ما هسيبش اي حاجة من مهام البيت لحد ما هم يجوا، بحيث اكون خلاص اتفرغت
ليهم ولمذاكرتهم ولكل حاجة. البيت كله على سنجة 10، المطبخ نضيف، الغدا متوضب، هدومهم اللي هيجوا يغيروها من المدرسة تكون نظيفة. كل حاجة في البيت على سنجة 10، البيت يكون جاهز لاستقبال أي ضيف في أي وقت، علشان انت أول لما ولادك هيجوا انت خلاص مش هتعملي أي حاجة في البيت. ولادك جم، لو انت من الناس اللي زي اللي بيحبوا يناموا الظهر، انصحك تبطلي العادة دي، لان انا هبطلها، لانها بتضيع اليوم بصراحة. بعد كده بعد ما يجوا من المدرسة ما تقوليش بقى انا يمهم شوية ويريحوا دماغي شوية او كده، لا، غديهم. آه، آه، مثلا هيلعبوا شوية، يلعبوا، هيتفرجوا على كرتون في التلفزيون، يتفرجوا. بعد كده بقى تفرغي نفسك للمذاكرة معاهم وتقسمي وقتك. هتذاكروا دلوقتي مثلا مادة كذا، كمان مثلا ناخد بريك او يعني راحة كده لمدة 10 دقايق، نشرب كوباية عصير، نعمل حاجة دافية نشربها. ما يبقاش المذاكرة كلها ورا بعضها ورا بعضها، بحيث انت هتملي وهو كمان ابنك هيزهق، هيمل من المذاكرة وممكن كمان يكرهها. بين كل مذاكرة، يعني بين كل مادة والتانية هتعملي مثلا وقت راحة، هتضحكوا فيه شوية، هتهزروا فيه شوية، هتحاولي ترفهي عنه. مثلا انت خلاص ذاكرت معاهم وكده، بعد كده خلاص باباهم جه، قعدوا معاه شوية، اتكلموا معاه، قعدتوا كلكم اتكلمتوا بقى في اليوم ايه اللي حصل فيه. هتسيبيهم يحكيوا لك كل حاجة حصلت لهم في المدرسة. ما تحاوليش انت تسأليهم على اي حاجة، انت عملت ايه في الفصل النهاردة، انت كان يومك عامل ازاي، وتحاولي تستجوبيه، لان الاطفال بطبعها ما بتحبش الاستجواب، ولا تحب ان انت تفضلي كده عاملة عليهم يعني وكيل نيابة زي ما بيقولوا. تسيبيه، هو هيحكي لك كل حاجة، هو هيجي يفضفض لك، انت بقى ساعتها بقى هتسمعيه. هتكون ساعتها اللذة في انه بيحكي لك كده كل حاجة من نفسه جميلة جدا. خلاص بقى اتعشينا وذاكرنا ولعبنا وخلاص اليوم خلص الحمد لله، وانت مرتاحة نفسيا. كل حاجتك كانت خلصانة قبل ما يجوا من المدرسة، وخلاص قضيتي معاهم يوم لعب وفرجة على التلفزيون ومذاكرة وكده، وخلاص قعدوا مع باباهم وقعدنا قعدة عائلية كويسة. خلاص جه وقت النوم للأطفال، الساعة 8 الساعة 9 بالكتير خلاص أطفالنا تكون في السرير يناموا. ده نظام مفروض تمشي عليه وتعودي ولادك عليه. بعد الساعة 9 خلاص اليوم بقى ملكك بقى انتي. عايزة تنامي عشان تقدري تصحي معاهم بدري، ودي براحتك. عايزة تاخدي ساعة من 9 ل10 بقى تريحي دماغك كده شوية، من طول النهار خلاص انتي قضيتي كل واجبك، عملت كل واجباتك على اكمل وجه. حابه تقعدي على النت شويه تقعدي، حابه تشوفي بقى عناية شخصيه بنفسك تعملي اللي يريحك هتعملي وقتها. بس هتحسي ان انت فعلا انجزتي، ان انت عملتي حاجه مهمه جدا ومفيده في حياتك طول اليوم. هتحسي ان انت اديتي رسالتك على اكمل وجه، ما قصرتيش في بيتك، ما قصرتيش في حقك في حق ولادك عليك بالمذاكره ولعب واهتمام بيهم طول اليوم. برضو في نفس الوقت هتدي لنفسك خلاص راحة ورست، وهتحسي كده بانتعاش اخر اليوم، وهتنامي وانت مرتاحة ومطمنة، وكلك طاقة لليوم اللي بعده، هتقومي تجددي نفس اللي انت عملتيه في اليوم اللي قبله. يا رب يكون روتيني يعني عجبكم، وطريقتي تكون عجبتكم. وكلكم تقولولي يعني في الكومنتات ايه رأيكم في الموضوع ده. وكلكم عايزة اعرف روتينكم اليومي في الدراسة وبيعدي عليكم ازاي، علشان كلنا نستفاد من بعض. ويا رب يا حبايبي اشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناة حياتنا في بيوتنا. يا رب بإذن الله كلنا كده إن شاء الله نتقابل على خير يا حبايبي، وأشوفكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.